مفيش اي علاقة زوجية بتخلو من المشاكل، بس ازاي بقى نتعامل مع المشاكل دي من غير ما تأثر علينا؟ وهل فعلا ينفع نقول ان الست اعقل والراجل مجنون او العكس؟ تعالي وانا اقولك، بس الاول اعملوا فولو ولايك للبيج ويلا بينا نكمل. المشاكل هي الفلفل والملح بتاعت الجواز، وعلشان نتعامل معاها صح لازم نفهم ازاي كل طرف بيفكر في المشاكل، بيشوفها ازاي، بيفكر فيها بأي طريقة. بس الأول كده خلينا أقول لكم على خطوتين لازم نعملهم، وبعدين نفكر في طبيعة المشاكل ونلاقي الحل. أول حاجة إننا ناخد بريك، نبعد عن بعض شوية، هدنة يعني، إن شاء الله نقف في البلكونة، بس علشان نعرف نبص على المشكلة صح، وعلشان نبدأ نشوف هنفكر ازاي وكل طرف ازاي بيتعامل مع المشاكل. في تصنيف عالمي كده فرق بين الراجل والست في النظر للمشاكل. الدراسات في التصنيفات دي وقال ان الراجل بيفكر بطريقة صندوقية والست شبكية في التعامل مع المشاكل. حاسة اني لخبطتكم شوية، بس استنوا هفهمكم، اصبروا. الست ربنا خلقها بتفكر في 1000 حاجة في نفس الدقيقة، وده نفس الطبع في المشاكل. بيخطر في بالها 90 سبب و90 احتمال و90 رد فعل و90 حاجات قديمة مرتبطة بالفعل و90 شخص تروح تحكي له كمان وتاخد رأيه، وده طبعا بيكبر حجم المشكلة وتوترها هي أول واحدة، وخلق نوع من التوتر والشد جوه البيت، وده طبعا بيزود المشكلة. وعلى عكس الراجل تماما بيفكر بطريقة الصندوق، يعني بيقفل على نفسه جوه المشكلة، ونادرا لما يحكي ويعبر ويقول، فأوتوماتيك تركيزه مع المشكلة اللي جواه وبيحلها بشكل مختلف. فالست ساعات تحس ان هو مش حاسس بالمشكلة بقى وعايش حياته، في حين ان هو في حرب لا يعلم عنها احد شيء، والست ممكن تشوفه مشغول عنها او بيفكر في ست غيرها، لكن هو والله على الله حكايته غرقان جوه مشكلته ومش عارف يحكي لانه ما تعودش ان هو يحكي. علشان كده لازم بقى الست تحاول بهدوء تعرف مشاكل الراجل اللي مش بيتكلم عنها، ولو في مشكلة هما الاتنين اطراف فيها لازم يتكلموا. عيب يا جماعة لو مش هتتكلموا مع بعض علشان تحلوا مشاكلكم، مين هيحلها لكم اصلا؟ ممكن تلاقي في ساعة صفا كده الراجل بيجي يحكي لك ان في فترة كنت شاكة فيه جدا، كان عنده ساعتها مشاكل في الشغل والحمد لله لسه محلولة، فتكتشفي بقى انك كنت بتشك فيه على الفاضي، وهو يا عيني ملهي في مشاكله مسحول فيها. طب ازاي بقى نتعامل مع طبيعة الراجل الصندوقي والست الشبكية؟ نتعامل معاه بمنطق الاحتواء والهدوء، نتكلم مع الراجل بطريقة هادية، نحاول من خلالها نعرف مشكلته اللي هو قافل عليه، والراجل يحاول يحتوي طبيعة المرأة والألف حاجة اللي بتفكر فيها ومخليها متوترة. مفيش حد أعقل ومفيش حد أسوأ، مفيش ثوابت أصلا. ممكن تلاقي في مشكلة الراجل شايط والست عاقلة والعكس، وفي مشكلة تانية تلاقي الست بتتنطط والراجل مفسد دماغه. كل واحد بيشوف المشكلة حسب تفكيره وحالته النفسية وأفكاره وظروفه، بس الحاجة الوحيدة اللي من الثوابت إنكوا لازم تتكلموا، وتلات أرباع المشاكل بتخلص بالكلام والرغي. قولولي بقى في الكومنتات بتحلوا بقى مشاكلكم في البيت إزاي؟ أنا نرمين لطفي وده بيتك ومطرحك.